السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل الصينية الحلوة دي بقى، يا رب تعجبكم. ملوخية بقى وصينية جلاش وكفتة محمرة المرة دي، مش مشوية بصراحة يعني، وفراخ مشوية بس شويناها برا طبعا يعني عشان الوقت والجهد بصراحة. طبعا بقى ده البتنجان والكوسة والورق العنب والكرنب، والفلفل والكوسة بقى. طبعا بقى انا جبت كيسين صلصة من اللي احنا مخزنينهم على القناة. فرمت عليهم ربع كيلو فلفل رومي، وفرمت عليهم حوالي كيلو ونص بصل. نعمته خالص لاني مش هحطهم على النار، يعني الطماطم متسبكة فمش مستاهلة يعني. وحوالي 3 حزم كزبرة و2 بقدونس و2 شبت، ونزلت بيهم على الخلطة برضو، وحوالي كوباية زيت ومعلقتين معجون طماطم اللي احنا عارفينها بتتباع في اي سوبر ماركت، البرطمانات. مش حابة تحطي معجون طماطم براحتك. حطي معلقتين هريسة من اللي احنا عاملينهم على القناة، الهريسة اللي هي فلفل حامي على فلفل رومي احمر. طبعا بقى ونزلت بكوباية الزيت وقلبت بقى كويس، وكده جهزت الخلطة. هنبتدي بقى بالكرنب، ملح وفلفل ومعلقة كبيرة كزبرة، ونص معلقة كركم، ونص معلقة كاري، ونص معلقة كمون. قلبناهم. وبعد كده هنبتدي بقى نلف الكرنب. دي بالنسبة للعطارة للكرنب. يبقى معلقة كزبرة كبيرة، معلقة فلفل اسود صغيرة، نص معلقة كركم، نص معلقة كاري، نص معلقة الكمون. وبعد كده جبنا الحلة حطينا فيها شرايح طماطم وفلفل حامي او فلفل رومي، بس يفضل فلفل حامي. ما تخافيش، مش هيبقى مشطشط يعني ولا حاجة هيبقى لذيذ. طبعا هنحطهم كده في قاع الحلة، وهيبقى بعد كده عشان نرص على طول فوق الكرنب. طبعا بقى هنلف بقى الكرنب. طبعا انا كنت في الوقت ده مشغله بقى على الميه عشان هسلق فيها الورق العنب. هتحطي فيها رشه سكر ربع معلقه صغيره كمون لميه سلق الورق العنب يعني. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين، هلف بقى الكرنب كم واحد كده قدامكم، وبعد كده بقى بنتي هي اللي هتكمل الكميه تلفها. طبعا لازم تسيبي فراغات كده عشان المية لما تيجي تسقيه طبعا يبقى كله يتسقي بالمية كويس يعني حاولي رصيه كويس، ما تبقيش كبسية. طبعا بقى هنا بقى بسلق بقى الورق العنب. طبعا بقى الورق العنب ملح وفلفل وكمون، ومعلقة صغيرة 3 بهارات او بشرة جوز الطيب. طبعا وتقلبيهم كويس مع بعض. طبعا حطيت في قاع الحلة زي ما انتوا شفتوا البرتقان، ارخص من الليمون دلوقتي يعني. طبعا البهارات الورق العنب بتختلف في ايه بقى اللي احنا حطيناها. اقول تاني: ملح وفلفل ومعلقة صغيرة قرفة، ومعلقة صغيرة الثلاث بهارات موجودة على القناة. انت لسه ما عملتهاش، ابشري بشرة جوز الطيب حوالي كده نص البلحية كده جوز الطيب، بس اعملوا الثلاث بهارات لاني انا ما بستغناش عنها في حاجات كتير، في الكفتة وفي العصاج للحمة المفرومة وللورق العنب وللممبار. وطبعا والنص المعلقة الصغيرة منه بيدي ريحة حلوة قوي في العصاج وفي الورق العنب طبعا. هنا بقى فاضل الكرنب عبارة عن معلقة، قصدي البتنجان اسفة، معلقة كزبرة، ملح وفلفل وكزبرة وكمون، وبس على كده. قلبناهم بقى مع بعض، وهنحشي بقى البتنجان. هنحط في قاع الحلة برضو طماطم وفلفل. يبقى كل حاجة ليها العطارة بتاعتها عشان ليها طعم بيختلف عن التاني. هو انا بحب الكرنب بياخد كزبرة هو اكتر عشان بيديله طعم جميل بصراحة. انا عمري ما حطيت في نوع المحشي السبع بهارات كله بصراحة يعني، بستكفي تملي اغلبية الوقت بالكزبرة والكمون مع بعض وخلاص يعني.
بس هو الورق العنب لما تحط له جوز الطيب او البهارات التلاتة اللي احنا عاملينها على القناة، هيعجبكم طعم الورق العنب قوي. طبعا هنا خلاص بقى الورق العنب اتلف والبتنجان والكرنب وكده خلاص بقى يعني. هنا بقى هعمل العصاج للحمة لصينية الجلاش. معلقة سمنة، حوالي ربع بصل على ربع مفروم. طبعا وهنجهز بقى نص معلقة، ربع معلقة قرفة، على نص معلقة الثلاث بهارات او بشر جوز الطيب، وملح وفلفل ورشة سكر وتوم بودرة وبصل بودرة. العصاج يعني كنت يعني مظبطاه شوية بصراحة في العطارة عشان اللحمة كانت قليلة، كانت ربع كيلو بس. طبعا بقى نزلت بيها على البصلة زي ما انتوا شايفين العطارة، وبعد كده نزلت باللحمة. طبعا بقى هنقلب كويس وهتسيبيها حوالي 15 دقيقة على عين هادية. وكده خلاص خلصنا العصاج. هنا بقى هعمل الكفتة. هنبشر قطعة ليا صغيرة كده وهي مجمدة، وهنجهز حوالي بصلاية كبيرة مفرومة، وحزمة بقدونس مقطعاها قطع رفيعة قوي قوي، وده رغيف عيش كنا نقعينه في شوية مية كده لحد ما باش، ومعلقة دقيق ومعلقة بقسماط ومعلقة صغيرة كربوناتو، ملح وفلفل وجنزبيل، جنزبيل بودرة، ومعلقة صغيرة 3 بهارات برضو، وتوم بودرة وبصل بودرة عشان طعم العيش والبقسماط والدقيق يعني ما يبانش قوي في الكفتة يعني. طبعا انت عايزة تستغني عن رغيف العيش براحتك، انا كنت عاملاها زي اقتصادية شوية. طبعا بقى دي الفراخ، طبعا مقطعاها شيش لاني كنت هشويها تحت عند الكبابجي. طبعا بقى مع حوالي معلقتين عصير ليمون على معلقة خل وكوباية زبادي ومعلقة سكر ومعلقة كاتشب ومعلقة معجون طماطم وملح وفلفل وبهارات فراخ، وحبهان مطحونة على ورق لورا ومعلقة كبيرة بصل بودرة. قلبناهم مع بعض كويس جدا لحد ما يعني الخليط بقى كويس كده، وهننزل بقى بالفراخ. طبعا دي معلقة كزبرة بتبقى حلوة قوي 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 في تتبيلة الفراخ يا جماعة، بس انا كنت ناسيها افتكرت في اخر حاجة يعني. يبقى تبلنا الفراخ في معلقة بصل بودرة كبيرة وملح وفلفل والبهارات الفراخ ومعلقة الكزبرة. طبعا العصاك كان خلص، انا صفيت السمنة بس اللي كانت اللحمة جت سمينة شوية حطيتها في قاع الصينية زي ما انتوا شايفين. بعد كده قمت بقى هحط بقى هرص بقى الجلاش. طبعا ما بين رق ورق حاجة بسيطة كده من السمنة، سمنة على زيت يعني، حاجة بسيطة كده ما بين كل رق ورق. طبعا السمنة جت مني كتير، اللحمة نفسها هي اللي جت سمينة شوية، حتى كمان جت في الكفتة برضو سمينة يعني. طبعا بقى بتكوني طبعا مجهزة 2 بيضة وحوالي ربع كوباية لبن، او ربع كوباية لبن بس، يعني عايزينها نص كوباية لبن يبقى بيضاية واحدة. هنزل بقى بالعصاج بقى في النص، خدت كده نص ورقة الجلاش، وبعد كده بقى هقفل بقى الصينية خلاص. قفلت بقى الصينية وبعد كده هنزل بقى بقية لفة الجلاش بقى وخلاص على كده. طبعا مشغلة الفرن يبقى حامي قوي على درجة حرارة 200 عشان بعد كده يخليه 170، بس لما تخش في فرن حامي بتاخد وش على طول. وهتقعد حوالي يعني 20 دقيقة. طبعا بقى ما بين كل رق ورق سمنة بسيط قوي لان اللحمة جت دسمة بالنسبة لي انا يا جماعة، بقى خدوا بالكم من الدسامة يعني. طبعا بقى رصيت بقى الورق زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى ايه هقفل بقى الاطراف هنزلها كده تحت زي الفطيرة يعني. وبعد كده بقى انا قطعتها صغير عشان احنا كنا حوالي 10 تنفور، لان هي كده هبت في دماغنا كده قلنا هنزود صينية جلاش يعني.
طبعا بقى قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، سمبوكسات كده صغيرة عشان تكفي. وبعد كده بقى هتجهزي بقى الاتنين بيضة، او بيضة ونص كوباية لبن، او اتنين بيضة وربع كوباية لبن ورشة فلفل اسود ورشة ملح. وبعد كده بتسيبيها حوالي كده، يعني ما يكملش كده 7 دقايق مثلا، تسيبيها كده على جنب تتشرب. وطبعا تضربي البيض كويس بالشوكة جامد قوي عشان ما يبقاش على الوش يعني بيبان كده، يبقى فيه كتل يعني. وبعد كده بقى هسقي بقى الصينية زي ما انتوا شايفين، وهسيبها على جنب حوالي 7 دقايق كده تتشرب. وادخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 170. بس انا كنت مشغلة الفرن عشان تاخد وش على طول من فوق، يعني عشان انا بحطها في الرف اللي في النص بصراحة، ما بحطهاش تحت وانقل فوق وتحت وكده يعني، لا احطيها في النص على طول في فرن حامي. طبعا طلعت كيس ملوخية من اللي احنا برضو مجففينهم برضو على القناة، وحزمة كزبرة خضراء غسلناها بقى، وهخرط دول مع بعض زي ما انتوا شايفين. طبعا خرطت الملوخية خالص ونعمتها بالمخرطة، وعليها واحد فلفل رومي، وعليها حزمة الكزبرة الخضراء زي ما شفتوا. وبعد كده هجيب معلقة سمنة صغيرة خالص، وهحط فيها رشة رشة كزبرة وكركم وكاري وفلفل اسود وملح وحبهان مطحون على ورق رورة، يسخنوا بس كده. وهنزل بمكعبين مرقة، وهروح بعد كده نازلة بحوالي يعني رتل الا ربع كده مية. انا ما بعملش الملوخية خالص على شوربة، يعني اللي متابعني هيبقى عارف المعلومة دي. طبعا بقى سبتهم على النار حوالي 7 دقايق بس كده يغلوا غلوة، واروح طافية عليها خلاص بقى. خلاص بقى كانت غليت يعني. هركنها بقى على جنب. وبعد كده الاول هحط المحشي، وبعد كده اعمل طشة الملوخية. طبعا المحشي برضو انا معروفة بسقيه بالمية، حطيت مكعبين مرقة ورشة كزبرة ناشفة حوالي معلقة كده صغيرة، ونزلت بالمية. واول ما تغلي هتروحوا موطين بقى عليه. طبعا بقى دي طشة الملوخية، راس توم مفرومة ومعلقة كزبرة كبيرة ورشة سكر بسيطة قوي. وبعد كده بقى هنطش بقى بيها بقى الملوخية. خلاص كده خلصت الملوخية. بصراحة كانوا شوية ملوخية بصراحة عظمة. طبعا بقى الكرنب بقى رشة كزبرة برضو ومكعبين مرقة، وهنزل بالمية وبرضو علقت برضو عليه زي ما انتوا شايفين كده. وهتعلي اول 10 دقايق او 7 دقايق لما تحسي انها غليت كويس، وبعد كده تروحي موطية خالص. طبعا دي معلقة سمنة بلدي كبيرة، او ربع كوباية زيت ذرة، او معلقة سمنة نباتي اللي عندك اعمليه، او معلقة او مكعب زبدة كبير يعني حلو كده يعني. وده مكعب المرقة برضو هنزل برضو بالمية على طول. انا عارفة ان انا بتكلم بقول بسرعة، بس علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم انا يعني مختصرة على قد ما بقدر. انا هنا بقى كنت وطيت خالص بقى على المحشي. طبعا هنا بقى هصبع الكفتة عشان هعملها هحمرها في الجريل. ده طبق فيه مية على معلقة زيت على رشة فلفل اسود، بتصبعي الكفتة على سيخ كده. وبعد كده هتبشري في الجريل بشرة ليا برضو، قطعة ليا كده صغننة، هتبشريها وتحطي حوالي معاها ربع كوباية زيت، وهتوطي خالص. وهنحمر الكفتة في الجريل. اللي عايز يحطها في صينية في الفرن يبقى يحطيها في الفرن في الرف اللي في النص من غير اي حاجة براحتك. بس دي طعم ودي طعم يعني. طبعا بقى انا موطية على عين متوسطة عشان احمر الكفتة. طبعا والفراخ كانت بتتشوي عند الكبابجي زي ما قلت لكم. ما كانش عندي وقت بصراحة، ولا وقت ولا جهد.
طبعا بقى بقى بتحمري الكفتة، اول ما بتبان من الاطراف انها احمرت بتعرفي انها كده. انا اخليها بس على عين متوسطة عشان تستوي كويس، ما تبقاش من النص نية. هتسيبيها في الفرن يبقى حوالي 20 دقيقة مع ربع كوباية مية سخنة، تحطيها عليها كده وحوالي رشة زيت كده بسيطة، وتدخليها في الرف اللي في النص. اللي مش عايز يعملها على الجريل من فوق او طاسة تيفال او اي طاسة ألمونيا براحتك يعني. طبعا المحشي خلاص استوى، والكرنب استوى، والورق العنب استوت، وكله بقى زي الفل كده خلاص. طبعا بقى بناتي بقى بيغرفوا، وانا كنت بقطع آه، الجلاش عشان ما يعرقش من سخونية المحاشي. حطيت ورق ألمونيوم كده، عزلت ما بينهم يعني. طبعا ودي الملوخية غرفناها في طاجن زي ما انتوا شايفين. والفراخ برضو هحطها بنفس الورق الألمونيوم كمان. وكانت أكلة حلوة على فكرة، وكانت عزومة حلوة قوي يعني. طبعا لما بتشوي الفراخ بره، وكنت ممكن كمان اشوي الكفتة بره، بس انا قلت يعني غير في طعمها يعني. طبعا الصينية دي بقى ياريتكم تجربوها، وعلى فكرة اسعار الحاجة دي مش غالية دلوقتي يعني، اسعارها حلوة. اذا عجبكم الفيديو بقى لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.